هتكلم معاكي النهارده في موضوع ممكن يغير حياتك كلها. ممكن تحسي انك اول مره تسمعي الكلام دوت. الحاجات دي انا عشتها وقعدت فيها، بس قررت اغيرها. عادات هتغير حياتك كلها للاحسن، من الحزن للسعاده، من الضعف للقوه. هتبقي شخصيه جديده. لو تابعتي معايا الفيديو للنهايه هتفهمي انا عايزه اوصلك لفين عشان تعيشي مرتاحه وتعيشي سعيده. ويلا بينا نبتدي الفيديو. استني، اعملي المشروب بتاعي اللي هيحل قعدتنا. القناه فيها افكار متنوعه، فيها ميزانيات، فيها ازاي تطوري نفسك، فيها نصايح ازاي تديري بيتك، ازاي تتعاملي مع اولادك. هتاخدي منها افكار هتعجبك. ويلا بينا نبتدي الحلقه. ايه الحاجات اللي المفروض تتغير فيكي؟ ايه الخطوات اللي المفروض تاخديها لنفسك؟ هل ظلمتي نفسك مع البشر؟ هل ظلمتي نفسك بنفسك؟ كل الحاجات دي انا جاي اكلمك فيها النهارده. انا جايبالك 8 عادات هيغيروكي 180 درجه. نمسك اول عاده. لو انت من الناس اللي بتحسي انك ما عندكيش رضا بحياتك، حاسه ان حياتك ناقصه، حاسه ان حياتك مش شبه اللي حواليكي، مستواكي مش مستوى الناس اللي حواليكي، اخوكي اعلى منك، اختك اعلى منك، مستواكوا المادي في بيت اهلك كان اعلى لما اتجوزتي. كل الحاجات دي لو انت شاغله بالك بيها تعيشي تعبانه. اول سكه في سكه التغيير هي الرضا. مرني نفسك على الرضا. هتقولي لي ما عنديش رضا، ما اعرفش الرضا ده بيجي ازاي. انا بصراحه عايزه مستواي يبقى زي مستوى اختي، انا عايزه مستواي يبقى زي مستوى صاحبتي، انا عايزه البس زي الناس ما بتلبس. هقول لك هتتعبي. انت داخله برجليكي في سكه التعب. عايزه سكه الراحه، ابتديها من الرضا. انا عندي حاجات كتير ناقصه في حياتي بس راضيه. انا اتجوزت جوازه ما يعلم بيها غير ربنا بس راضيه. انا ولادي مطلعين عينيا بس بحاول معاهم وانا راضيه. بجمل عيشتي بنفسي، بجمل حياتي بنفسي. حياتي كلها سواد، ولا بيت نافع ولا عيله نافعه ولا جوزي كويس ولا ولادي كويسين، وقعت كمان في نسب ما يعلم به غير ربنا بيكرهوني بدون سبب. فانا مش شايفه في حياتي معنى، ومش شايفه لحياتي قيمه، ومش شايفه في حاجه حلوه في حياتي. انا حليها. بداية تحلية حياتك الاستسلام. استسلمي لاختبارك. أول ما تستسلمي إن ربنا اختبرك هترتاحي. أول ما تحسي إنك راضية أنت بتغسلي نفسك من جواكي. الرضا بالمقسوم والرضا باللي ربنا كتبه لك في الحياة هي بداية السعادة. استحالة تقابلي واحدة مش عاجبها حالها، ولا عاجبها حياتها، ولا عاجبها مستواها، ولا عاجبها وظيفتها، ولا عاجبها أي حاجة وتلاقيها سعيدة. اللي حياتها كلها متشقلبه، لا اما على طول بتعيط، لا على طول ضغط نفسي، لا على طول عند الدكاتره. حياتها مش سويه. بسبب ايه؟ بسبب ما عندهاش رضا. اول ما توصلي للرضا ترتاحي. توصلي بقى للدماغ العاليه. لو عندك سجاده واحده في بيتك بتقعدوا كلكم وتتلموا عليها تبقي فرحانه بيها وعامله لها قيمه ومكبراها في نظرك. لكن لو ما عندكيش رضا وقاعده في قصر تتعبي. لان اساس السعاده داخليا. السعاده ما بتتنشأش من الحاجه اللي معاكي. ما بيجيش لو انا معايا فلوس، لو انا بيتي كويس، لو انا جوزي كويس، لا. السعاده انت اللي بتصنعيها جواكي. السعاده انت بتنسجيها. انت بتجيبي السعاده بهواكي بمزاجك. عايزه تعيشي سعيده هتعيشي وبالقليل. عايزه تعيشي حزينه وكئيبه وبتعيطي وشكايه وبكايه هتعيشي حزينه طول عمرك. ده قرارك، خدي انت القرار. انا عايزه يا مروه حياتي دي تبقى جنه. انا راضيه، انا سعيده، انا فرحانه بحاجتي، انا بعلي من قيمه حاجتي. والشخصيه اللي بتعرف تعمل كده قطعا بتعيش سعيده. لكن لو انت واحده كل حاجه في حياتك قمت عليها، كل حاجه في حياتك مش عاجباكي، هتجيبي السعاده منين؟ طب انت اصلا مش مرتاحه، انت اصلا شايفه كل حاجه في حياتك غلط، شايفه جوازتك غلط، شايفه وجودك في الحياه اصلا كان غلط، شايفه شخصيتك مش كويسه، كل حاجه ترجماها عنك سودة. ازاي تعيشي سعيده؟ مفيش تغيير يبدا من بره، التغيير يبدا من جوه. انا عشان اخد خطوه للامام ما استناش اللي قدامي يشاور لي يقول لي يلا ابتدي خدي خطوه. ليه؟ لان ما حدش هيشاور لي، ولو حد شاور لي يمكن عايز يوقعني. لكن انا اتصالح مع نفسي، اتصالح مع امكانياتي، اتصالح مع ظروفي. ده قدري لازم اتعامل معاه، لازم اخد من حياتي الحلو
والمر ارميه. المر اجيبه على جنب. مش قادره يا مروه، انا معايا راجل مطلع عينيا، انا متجوزه راجل بيزهقني في عيشتي. تجنبيه، ابني حياه لوحدك، اعملي صحاب، اخرجي، انزلي، روحي لقرايبك، اعملي اي حاجه واخرجي من القوقعه دي. انا هضرب لك مثل. انت دلوقتي اتجوزتي راجل حياته كلها مرار وعكننه. طب انت دلوقتي مستسلمه له، يعني انت قاعده للمرار والعكننه، يقول لك كلمه تفضلي تعيطي، يقول لك كلمه ما تناميش الليل، تفضلي تندبي على بختك. كل ده هيوصلك لفين؟ هيوصلك انك هتعي، هتعي بدري بدري، هيخلص عليكي بدري، هيجيب اجلك بدري. طب امال اعمل ايه؟ اخلفه خالص، خد الحلو اللي في جوزي والمر اسيبه له واخلفه خالص، ما عكننش على نفسي ولا عكنن على عمري ولا على حياتي. علشان تعرفي ان الحياه تعب، مشقه. اقرب مليكي ممكن يكون مش حبك. قصه سيدنا يوسف، قصه سيدنا يوسف عبره لكل بني ادم بقيد الحياه، عبره لكل انسان. ليه؟ اللي كادوله واللي وجعوه كانوا دمه، كانوا دمه ولحمه. يعني خدي من القصه دي عبره ان ممكن اقرب مليكي يبقى عدو ليكي، واتعاملي. وكلي امرك لربنا، فوضي امرك لرب العالمين. ما تعيشيش يأسة وبأسة، واخويا بيكرهني، وامي ما حبتنيش، ابويا ما طبطبش عليا، وبعدين هتوصلي لفين؟ عالجي نفسك بنفسك. هلاقي سكه احتوي بيها نفسي، ما اجيبش كل مشاكلي على اللي حواليا، معيش بقى دور الضحيه 24 ساعه. اصل انا اخواتي كارهيني فانا خلاص احب نفسي. ليه؟ ليه ما تحبيش نفسك؟ مش ضروري حد يحب، مش ضروري حد يحن عليك، حني على نفسك. طب فكرتي تحني انت على نفسك؟ قطعا لا. فكرتي انت تطبطبي عليها؟ قطعا لا. ليه؟ لانك راميه الشماعه على اللي حواليك. حبي نفسك انت، ما تلاقيتيش حد يحبك في الدنيا، يكفي ان انت تحبي نفسك. اعتبري نفسك عايشه في صحراء ومفيش حد حواليك، مش هتحبي نفسك؟ مش هترفعي ايدك لربنا وتدعيه؟ اعتبري نفسك يا ستي عايشه في صحراء. اقعد مع نفسي كده واقول الحمد لله يا رب، انت كرمتني باربع حيطان ساتريني وساترين ولادي. قافل عليا بابي، محدش داري بيا، محدش يعرف عني انا اكله ولا شاربه، محدش يعرف انا معايا ولا ما معيش. انت لما بتدخلي مطبخك ممكن يكون مطبخك ده اتنين ما يقفوش فيه، يا دوبك يكفيكي انت. بس مطبخك انت اللي متحكمه فيه، انت اللي بتقرري تطبخي ايه، انت اللي بتقرري تدخلي امتى، انت بتقرري تغسلي مواعينك امتى، انت بتقرري تعملي لاولادك اكل ايه. كل حاجه في المطبخ ده ملكك انت، بتاعتك انت. هل دي مش نعمه تستحق الشكر؟ شوفي بيوت تانية زي بيوت عيله تقول لك انا ما بعرفش اخد قرار ناكل ايه، انا ما بقدرش احدد انا هاكل ايه، انا مفروض عليا شروط، انا مفروض عليا اللقمه، انا مفروض عليا انام امتى واصحى امتى. هتلاقي نفسك احسن من غيرك درجه، هتلاقي نفسك انت مستوره عن غيرك. انت علشان الحاجه بقت موجوده فانت نسيتي شكر ربنا ليها. تاني حاجه هتغيرك انك تعملي مراجعه لنفسك. اعملي مراجعه بعد ما يومك يخلص، بعد لما تخلصي الورد بتاعك، قبل ما تنامي كده بربع ساعه ب10 دقائق، اقعدي شويه مع نفسك، افتكري كده، هل غلطتي في حد؟ هل زعلتي ولادك؟ هل في كلمه وقعت منك لجوزك ملهاش لازمه؟ هل جارتك خبطت عليكي طلبت منك حاجه فانت رفضتي وكان عندك الحاجه دي؟ افتكري كده ايه الغلط اللي وقعتي فيه في اليوم ده. راجعي نفسك اول باول. انا كل يوم هقعد مع ضميري وحاسبه، هخلي ضميري يقول لي ده صح وده غلط. لكن فكره ان انت كل يوم يعدي عليكي ما بتحاسبيش نفسك، هل انا مقصره؟ هل انا صليت النهارده؟ هل انا قرات الورد بتاعي ولا قراته باستعجال؟ هل وانا بقرا القران، هل وانا بعمل الورد بتاعي مثلا كنت حاضره، كنت حاضره بذهني وايمانياتي مع ربنا، ولا كنت بقراه علشان هو عاده وعلشان هو ورد لازم اعمله؟ ايه اللي غلطت فيه؟ التاثير اللي عملته استغفر ربنا قبل ما انام. حسيت ان انا قصرت في حق ربنا كتير طول اليوم، اقعدي استغفري ربنا. غلطت في ولادي، اتعصبت عليهم، ضربتهم، تاني يوم اقوم من النوم اصالح ولادي، اعمل لهم حاجه حلوه. تالت حاجه غيرتني وغيرت حياتي و... ودي كانت بالنسبه لي الندم الاكبر، ان انا كنت زمان مش مهتميه بالعبادات. يعني كنت بفوت صلاه كتير، كنت اغلب الوقت ما بقولش اذكار، ما بعملش ورد لنفسي، كنت مستهترة بالعبادات
قوي. حاسه اللي هو ايه، انا لو صليت العصر النهارده يبقى من عند ربنا، انا لو صليت المغرب النهارده يبقى من عند ربنا. كنت مستهتره بحاجه اسمها العبادات. قعدت مع نفسي قلت يا بنت يا مروه، الواحد ممكن ينام ما يقومش، ده الواحد ممكن كمان وهو ماشي يقع من طوله، ده ممكن الواحد وهو سايق عربيته يعمل حادثه ويتوفى. طب انا عملت ايه لربنا؟ طب انا هقابل ربنا ازاي؟ طب انا هفضل لامتى ما بصليش؟ وفجاه جات لي صحوه وفقت كاني كنت ميته وصحيت من الموت. بقيت مهتميه قوي بعباداتي، مهتميه قوي بصلاتي، مهتميه باذكاري، اذكر ربنا دايما وانا واقفه في المطبخ، اعمل لي ذكر افضل اقول واكرر طول ما انا واقفه، وانا بمسح عامله لي ذكر، وانا بنشر اعمل ذكر. كده ابص اتلاقيت ان الجانب ده متعه للي وصل لها. محدش هيفهم متعه اللي انا بقوله غير الذاكرين. لو انت مقصره في العبادات، خدي قرار النهارده انك هتجري على باب ربنا. ادخل على الحاجه الرابعه اللي غيرتها تماما، واكتر حاجه ساعدتني ان اعيش سعيده واعيش مرتاحه. هقول لكم ان انا كنت عباره عن آلة متحركه، كنت بهلك نفسي. وقفت الموضوع ده، ما عدتش بهلك نفسي، مش بجري ورا العيال، ما عدتش بجري ورا نفسي. كانت كل مشاكلي عايزه البيت ما فيهوش غلطه، البيت ما فيهوش ترابايه، مطبخي 24 ساعه مترتب، اللي دليب 24 ساعه مترتبه، ما فيش حاجه على المنشر. انا بطلت اعمل كده. فكره الكمال ده فكره نفسها مرضيه. ليه انا بدور على الكمال؟ في حاجه كامله؟ الكمال لله وحده. ليه انا كنت هلكه نفسي عشان اوصل للكمال ومع ذلك ما وصلتلوش؟ انا بشر دم ولحم، بتعب. فما عدتش هلكه نفسي، ما عدتش هلكه روحي. اللي اقدر اعمله اعمله، واللي يتاجل يتاجل. في غسيل مش قادره اطبقه مش هطبقه، في مواعين في الحوض وانا حسيت نفسي رجلي مش شايلاني عشان اقف اغسلهم، مش هغسلهم، يباتوا في الحوض مفيش مشكله. بقيت متصالحه قوي مع نفسي، بقيت متصالحه ان في حاجات هتخرج من ايدي كتير، بقيت متصالحه ان الكمال لله وحده، بقيت متصالحه ان البيت اللي فيه اولاد ما بيبقاش دايما مرتب، ما بيبقاش دايما نظيف، اعمل اللي صحتي تسمح بيه. فوق كده ما عدتش بعمل، فوق كده ما عدتش هلكه نفسي ولا هلكه روحي. هتوسخوا ساعدوني في البيت، هتقلبوا اوضتكم قوموا اعملوها. بقيت بخليهم يتشاركوا معايا في نظافه البيت، ايد على ايد بتساعد. لكن فكره ان انا نحله في البيت لوحدي، فكره ان انا كل حاجه انا المسؤوله عنها، فكره كل حاجه انا اللي لازم اعملها، دي كانت هلكاني. وده خلاني بقى اعمل ايه؟ افوق لنفسي، ادي وقت لبشرتي، ادي وقت لجسمي، ادي وقت لعقلي، اروح امسك كتاب اقراه. كان وقتي كله للبيت، كان وقتي كله للولاد. لكن بعد كده قلت لا، انا كده العمر بيجري مني، انا ما بعملش حاجه لنفسي تبقى في ميزان حسناتي. وفرت لنفسي وقت لمروه فقط. خامس حاجه غيرتها، ان كنت الاول ليا اولويات هبله قوي وسايبه المهم. هتقول لي زي ايه يا مروه؟ كنتش بهتم بتعبي قوي. يعني ايه؟ انا تعبت شويه، قومي يا مروه خدي مسكنه. انا حسيت بتعب شويه، قومي يا مروه خدي مسكنه. قومي يا مروه اعملي حاجه سخنه. ده خسرني حاجات كتير في صحتي. فقررت ما عادش في تنازل عن صحتي، ما عادش في اولويه لصحتي. اول ما احس بتعب اجري على الدكتور، اول ما احس في حاجه الماني اروح استشير دكتور. لكن فكره ان انا معايا مبلغ فالاولويه لاولادي، لا 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 لا، مفيش اولويه لاولادي، الاولويه لصحتي. لو انا صحتي حلوه هتعود على اولادي بالايجابيه، لو انا قادره اقف على رجلي هعمل لهم كل حاجه، لو انا ام صحتها حلوه هيعود على اولادي ترتيب البيت وبعمايل الاكل وبعمايل الحلويات، هوديهم النادي هوديهم دروسهم، همشي معاهم صح. لو انا صح وصحتي صح همشي مع اولادي كما يجب. انا صحتي خانتني، البيت اتهد. الحاجه السادسه اللي انا اتعلمتها، ان انا كنت بعيش محروجه، محروجه ارد، محروجه اتكلم، محروجه اخد حقي. عارفين المقوله اللي بتقول بيعيش البجح على قفا المكسوف؟ انا كنت المكسوف، انا كنت بتكسف. اي حد يقول لي كلمه اقوم ضحكه، بحجه ان انا مش عايزه اجرحه، وبحجه ان انا عايزاه يعرف ان انا طيبه، وان انا مش شرسه، وان انا والله قلبي نظيف، والله انا حبوبه، والله انا بحب الناس، والله انا مش وحشه زي ما انت شايفني. انا طلعت عبيطه، انا طلعت هبله. اي حد بيقول لي كلمه دلوقتي بعرف اخد حقي وبمنتهى الادب. فكره ان انا لما حد يقول لي كلمه جامده، لما حد يقول لي كلمه فيها اهانه ليا او كلمه جامده وانا اعديها، ما عادش بتحصل.
وما عدتش بسمح بيها ابدا. لو قلت لي كلمه هتاخدي قصادها كلمه، قلت لي كلمه حلوه هتاخدي قصادها كلمه حلوه، قلت لي كلمه وحشه تسمعي مني كلمه وحشه. ندخل على سابع حاجه. سابع حاجه بطلت اعملها وغيرت حياتي، باخد القرار على طول. لو انت جيتي ضحكتي في وشي اقول عليكي طيبه، لو انت اديتي لي تمره اقول مفيش في حنيتها. كنت عايشه الجو ده مع نفسي على طول. اي حد يجي يسالني على حد، لا دي طيبه جدا، بصراحه شخصيه ما فيهاش غلطه. كنت باخد على قفايا صح، كنت باخد مقالب من الناس محترمه. انا بطلت ادي احكام، وبطلت اقول على حد لا وحش ولا طيب، غير لما اشوف منه كل حاجه وحشه، وغير لما اشوف من التانيه كل حاجه حلوه. هقول عليكي طيبه مش عشان انت ضحكتي في وشي، انا هقول عليكي طيبه لما اعرف ان انت طيبه، لما اعاشرك، لما اشوف المواقف بتاعتك، لما اشوف اخلاقك، لما اشوف اسلوبك. كل ده انا اتعلمته متاخر بعد لما اتقرصت كتير. بس في النهايه عرفت ان ما تاخديش من على وش التورته اللي جوه التورته حاجات عميقه قوي انت ما تعرفيش عنها حاجه. فادي فرصه كده لنفسك، خليكي هاديه في القرارات، ما تقوليش على حد طيب وبرده ما تقوليش على حد وحش غير لما تعشري، غير لما تتاكدي. آه، ما تتسرعيش في الاحكام على البشر سواء بالايجاب او بالسلب. ادي فرصه، عدي من 1 ل10 عشان تعرفي اللي قدامك يستاهل الحكم اللي انت قلتي عليه ولا لا. ندخل على تامن حاجه، ودي حاجه انا متاكده ان كلنا واقعين فيها، وهي الناس المحاوطين بينا. تلاقي ناس محاوطين كده بينا، سواء قرايب، سواء نسب، سواء صحاب، سواء جيران. تلاقي منهم ناس كلمة فقر قليلة عليهم، سلبية تلاقي، شكايين بكايين. تشوف وشك تشتكي الشكوى المرة، تشوف وشك تقول لك انا حياتي بايظه، حياتي سواد، انا اولادي مطلعين عينيا، انا جوزي راميني في الشارع، انا جوزي قافل التلاجة عشان انا ما اكلش. المهم كل ما تشوفي الناس دي تحسي ان الدنيا بقت سودة في وشك. انا بقى خدت قرار بصراحه ان انا ما بتحملش الناس دي، ماليش تقول عليهم. انا بحب الناس اللي بتضحك، بحب الناس الفرفوشه، ده قراري، ده قراري ومش هتراجع فيه. القعده اللي هتبقى كلها شكاوي وبكى وهم انسحب منها بادب، واروح بقى للجانب اللي فيه ضحك، اللي فيه فرفشه، اللي فيه هزار، اللي فيه ناس متصالحه مع نفسها، اللي فيه ناس عقلانيه نظرتها للحياه نظره تفاؤليه. عشان انا اقوم كده بعد ما اقعد معاهم الاقي نفسي بضحك، الاقي نفسي سعيده، الاقي نفسي بقول لنفسي ده في حاجه في الحياه حلوه. مش هقعد مع ناس بعد ما اقوم من القعده معاهم احس ان انا عايزه ارمي نفسي تحت عربيه. ايه اللي يجبرك تعملي كده؟ بتعملي في نفسك ليه كده؟ هم شكايين خلاص، هم احرار يروحوا يشتكوا للناس اللي بيسمعوهم، لكن احنا مش حابين نسمع، لكن احنا فينا اللي مكفينا وبزياده. وهنا اكون خلصت. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وسيبوا لنا تعليق وهنرد عليكم. يلا سلام.